السلام عليكم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، ويا رب تكون سنة سعيدة عليكم وسنة تبقى سنة تغيير للأحسن وللأفضل. حابب بس أقول إن الكلام اللي أنا بقوله ده بقوله لنفسي قبل ما بقوله لأي حد، وهي ذكرى. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فدي ذكرى، يعني احنا بنذكر نفسنا وبذكركم اخواتي وحبايبي، كل الناس اللي بيسمعوا الفيديو دلوقتي. تأكد مليون في المية زي ما بنقول ان انت ما فتحتش الفيديو ده الا لو الفيديو ده فيه رسالة ليك. اكيد مليون في المية مش صدفة. كنت ماشي امبارح وقابلت واحد بالصدفة، وكان بيستشيرنا ان هو عايز يسافر بره وعايز يعمل حاجات كتير قوي. وسبحان الله، يعني يشاء السميع. انا مش مرتب خالص ان انا اقابل الشخص ده وما اعرفوش، ويشاء ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نفتح موضوع آه الصلاة، ونفتح موضوع الدين. والدين هل ايه يعني هل الصلاة وربنا من اولوياتك ولا لا؟ فاللي انا عايز اقوله يا جماعة، كلمة دين اصلا اللي الناس بتقول بقى ما تدخلش كل حاجة بالدين وما تقولش كل حاجة بالدين. كلمة دين يعني نظام، يعني نظام. اي حاجة في الدنيا ليها دين. يعني العربية ليها نظام ماشي عليه، ازاي انك انت تحط بنزين في مكان معين، وانك انت تدور بالمفتاح في العربية تمشي. نفس البنزين ده اللي هو ليه مكان معين في العربية، لو انت حطيته على العربية من فوق ودورت او عملت اشعال او شرارة اللي انت بتعملها دي، العربية هتولع. فهي نفس العربية، وهو نفس البنزين، بس البنزين ما تحطش في مكانه. انت كبني ادم ان ربنا خلقك سبحانه وتعالى، عامل لك نظام تمشي عليه. انت ليه مش عايز تصدق ان ربنا مش عامل لك النظام ده عشان بيحبك، مش عشان يأيدك؟ وزي ما قلنا قبل كده، لو حد حاطط يافطة ان هنا في حقل ألغام، المكان ده فيه حقل ألغام، اللي حاطط اليافطة دي بيأيد حريتك انك انت ما تمشيش وتقول لا انا حر امشي في الحتة اللي انا عايزها، ولا هو عايزك خايف عليك مش عايزك تخش الحتة دي؟ فاللي حاطط اليافطة واللي حاطط النظام خايف عليك. فربنا حاطط لنا نظام. احنا عبارة عن ايه يا جماعة؟ عبارة عن روح، وعبارة عن جسد، وعبارة عن عقل. فاول حاجه في السنه الجديده دي عايزين نظبطها، نبدا نظبط كل حاجه يعني ايه، نحط اهداف صغيره كده ونبدا نظبطها. اول حاجه الروح، علاقتك بربنا سبحانه وتعالى. اول حاجه، مش هقول لك يا عم بقى مش هكلمك في الحاجات الواو بقى انك انت تبقى صيام اثنين وخميس وهقول لك اذكار الصباح والمساء، يا ريت. بس خليني اكلمك في الفريضه. لو انت مقصر في الصلاه السنه دي، قرر ان انت مش هتبقى مقصر في الصلاه. السنه دي قرر ان انت هتشيل الصلاه من الحته اللي ورا هنا وتحطها قدامك. انا هرجع اصلي تاني. انا عندي 5 فروض مش هسيبهم. انا عندي 5 فروض هم اللي هيظبطوا لي طريقي، هو اللي انا لو تايه هيعدلوني. انت بتروح تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فانت لو ما بتروحش تصلي وبتقول كده لربنا، فانت حاجه من اتنين: يا اما هتبقى من المغضوب عليهم، يا اما من الضالين. الضالين انت واحد ضال مش عارف طريقك. فابدأ بروحك، وابدأ بأول حاجة في الروح، انك تظبط علاقتك بربنا بأهم حاجة وأهم نقطة في الدين، ان هي الصلاة. الصلاة عماد الدين. تخيل ان انت كده لو جبت شقة جديدة وعايز توضبها، اهم حاجة في الشقة دي لما تيجي توضب، لو انت عايز توسع حاجة، في حاجة بيقول لك العواميد ما تجيش جنبها، لانك انت لو هديت عمود البيت كله هيقع. كسر حيطة بقى، كسر مش عارف ايه، بس العمود لا. فارجع امسك في الصلاة، لان ما ينفعش نكون ما بتصليش. ما بتصليش يعني انت تايه. ما بتصليش يعني انت مفيش توفيق، مفيش تيسير. في دايما خوف، في دايما جزع، لان ربنا قال ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين. ربنا استثنى المصلين اللي هم على صلواتهم دائمون. فارجع السنة دي، لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ارجع حافظ على الصلاة. هات الصلاة من ورا هنا وحطها قدامك. قول انا هقوم هصلي ال5 صلوات على وقتها. قول ان انا مش هسيب فرض، حتى لو انا في الجامعة، حتى لو انا في الشغل، حتى لو انا في البيت، هسيب كل اللي في ايدي وهروح اصلي. دي اول نقطة بالنسبة للروح. النقطة التانية، ابدأ ظبط جسمك. الجسم مهم جدا. الجسم هو الآلة اللي شايلاك، هو يعني الروح دي شايلها جسم. فانت لو انت مش مظبط جسمك، مش مهتم بأكلك، مش مهتم بصحتك، السنة دي هتبقى زي السنة اللي قبلها، زي السنة اللي قبلها. امشي 20 دقيقة في اليوم.
كل وجبه سلطه، طبق سلطه قد كده قبل الاكل. مش هقول لك اعمل نظام يا ريت ده حلو، بس على الاقل اشرب ميه كتير. حاول تقلل اكلك. لو انت بتاكل كميات كبيره خليها للنص. ارجع امشي، ارجع امشي ان شاء الله 20 دقيقه، 20 دقيقه بس يا جماعه. تلت ساعه مشي هتفرق معاك، والله العظيم هتفرق معاك. وخلي نيتك ان انت صحتك دي ربنا هيسألك عليها، وان انت اول ما مجرد ما بتمشي وتهتم بصحتك ده يعني بيحسسك بالسعادة، بتحس انك انت مبسوط. لو تقدر تروح جيم روح، لو ما تقدرش اعمل تمارين في البيت حتى لو بسيطة، ربع ساعة في اليوم، ربع ساعة، تلت ساعة في اليوم، 3 ايام في الاسبوع يا عم، مش هقول لك كل يوم. بس اهم حاجة انك انت تعمل حاجة لجسمك اللي هو شايلك في السنة دي. النقطة الثالثة اللي أنا عايز أتكلم عليها العقل. إحنا قلنا روح وجسد وعقل. عقلك ده ليه حق عليك. ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا النبي: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. خليك مع ناس إيجابية، خليك مع ناس دايما بتدفعك لقدام، خليك مع ناس مش بتاخدك للطريق الشمال، خليك مع ناس بتاخدك لليمين. ولو ما عندكش ده او ما عندكش الصاحب دوت اللي هو ياخدك ناحية اليمين، انت صاحب نفسك، ربنا صاحبك يا عم. ربنا احنا بنقول في دعاء السفر: اللهم انت الصاحب في السفر، وربنا اقرب اليك من حبل الوريد. يعني اقرب حد ليك في الدنيا ربنا، صاحب ربنا. شوف ربنا قد ايه هتسعد بصحبته. خش اسمع فيديوهات، اسمع فيديوهات لناس تخلي عقلك ده تحس ان انت عقلك كبر. لا السنه دي انا عقلي كبر، انا حاسس بفرق، انا حاسس ان انا بقيت اتجاهل كتير. ليه؟ اصل انا كنت لسه بسمع فيديو عن التجاهل. اصل التجاهل 9 أعشار العافية في التجاهل. ما بقيتش بتقف على اي حاجة، فبقيت عندك حكمة اكتر، بقيت واعي اكتر، بقيت منفتح اكتر، بقيت بتتعلم امور حياتك وامور دينك وشغلك، وبقيت شخص حاسس ان انت ثقافتك بتزيد. الخلاصة يلا بقى، يلا، ما في مش هنسوف. السنة دي هتبقى غير. قول ان شاء الله السنة دي هبدأ اعمل تغييرات بسيطة. في كتاب اسمه اتوميك هابتس، يعني العادات صغيرة. اول حاجة في روحك قلنا الصلاة. ما فيش حاجة اسمها ما بصليش. انت من النهاردة بتصلي الخمس فروض من دلوقتي، والفيديو ده رسالة ليك. انت مش هتسيبي الصلاه تاني خلاص. انا من اللحظه دي مش هسيب الصلاه تاني. وعارف يعني ايه مش هتسيب الصلاه تاني؟ يعني هتحسي بكل جمال وتوفيق. حي على الصلاه، حي على الفلاح، هتلاقي فلاح وتوفيق من ربنا. انت مش هتسيب الصلاه تاني من اللحظه دي دلوقتي، من اول ما تخلص الفيديو. انت من بكره هتبدا تشرب ميه، لو تعرف تمشي 20 دقيقه، لو تعرف تشترك في جيم، لو تعرف تاكل طبق سلطه، لو تعرف تقلل الحاجات المقليه. على قد ما تقدر خش بقى وشوف بقى ازاي ممكن تهتم بجسمك بحاجات بسيطه. كل يوم هتسمع ناس إيجابية، كل يوم هتبقى مع ناس يعني يرقوك، يعلوك مع ربنا ومع نفسك وفي صحتك. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم. وآسف إن الفيديو طويل، بس ربنا يا رب يجعله رسالة ويجعله فايدة. ويا رب الكلام ده إن شاء الله أنا أعمل بيه قبل أي حد فيكم. وخليك صادق وإن ونية صادقة، واستعين بالله، وصدقني والله ربنا هيعينك. خلاص، عايزين السنه دي كده اخر السنه نكون خلاص احنا ما فيش حد فينا اللي ما كانش بيصلي بقى بيصلي، والناس اللي كانت وزنها كبير جدا نزلت 2 3 كيلو 5 كيلو اخر السنه. المهم ان انت نزلت، وزنك ما زادش، حافظت على صحتك. عقلك اخر السنه بقى تحس ان انت بقيت اكثر حكمه. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم ويعيننا ويعينكم، ونستعين بربنا دايما ونقول: اللهم انا نستعين بك فاعنا. وربنا يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. آسف إني طولت عليكم. شكرا لو أنت كملت الفيديو للآخر. شكرا إنك أنت نويت، وإن شاء الله تنفذ الكلام دوت، وإن شاء الله ربنا يثبتك ويعينك. شكرا. سلام عليكم.